تعمليه في يوم وتريحي نفسك بقيه الاسبوع 2 على حسب بقى ما انت بتاخدي منه. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. قبل ما ابدا اي حاجه ننزل في الكومنتات ونكتب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه حرشه ومرشه كده، ايه، مخلله. هنعمل مخلل نحطه في علبه او في برطمان وننسى بقيه الاسبوع اسبوعين، مش ولا يجرى له اي حاجه. هنحطه في علبه ونشيله في التلاجة، وكل ما نعوز نطلع، مش كل شويه يا ماما عايزين مخلل، يا ماما عايزين حاجه حادقه، يا ماما عايزين حاجه، وجوزك عايزين حاجه حادقه، حاجه تفتح نفسنا. لا، هنعمله وهنعمله على خطوتين، وهنشيله في التلاجة ونطلع منه كده وقت الاكل جنب الطعميه والفول بقى، ولا بعدس، ولا يعني الحاجات كلها، هو بيبقى جميل جنبها. هنعمل ايه؟ هنعمل بتنجان مخلل. عايزه بقى اقول لكم هعمله لكم بدقه جامده جدا. هنعمله النهارده مقلي وهنعمله مسلوق، اللي الطريقتين، اللي عايز ياكل ديت يعني، اللي عايز يعمل دي يعملها، واللي عايز يعمل دي يعملها، وطريقتين كويسين جدا جدا، وهيتحطوا في التلاجة وقت ما عايز هنطلع وناخدهم. بس قبل بقى ما اوريكم المقادير، عايزه اقول لكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اللايك الحلو بتاعكم والكومنت الجميل بتاعكم. وبس كده، ويلا بينا على الطريقه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ البتنجان المخلل الجامد بقى. بصوا، بدقه خطيره. طبعا انا قسمهم على 2. ليه بقى؟ انا هعمل مسلوق، ده هعمله مسلوق. بصوا بقى، في تكه هنا. التكه بتعمليه زي ما هو، يا دوبك بتشيل الجزء اللي فوق وما بيتفتحش. لو فتحتيه هيسود، لا احنا مش عايزينه يسود، عايزينه نفتحه كده يبقى ابيض وجميل من جوه. هنعمله زي ما هو كده ويبقى مقفول. وقت ما بنيجي نخلله بنقوم فاتحينه بايدينا بس بكل سهوله. وهو والفلفل دول بعملهم مسلوقين. طبعا دول انا عندي بحب المسلوق اكتر، فهعمله الكميه الاكبر. ودول هعملهم حبه بس مقليين. المقلي بقى بنفتحه عادي، ما فيهوش اي مشكله، بنفتحه كده عادي من النص كده. والفلفل نفس الكلام، عايزه تعمليه كامل تمام، عايزه تقسميه ما فيش اي مشكله. هعمل دول الحبه صغيرين مقلي، وهعمل دول اللي هم مسلوقين طبعا. ولازم توم كتير وفلفل. انا بس بوريكم الحاجه وايه، عشان لما تيجوا تعملوها تبقوا ايه، عارفين ايه المقادير بتاعتها. سهله وبسيطه جدا ومش محتاجه اي حاجه. بس في ناس كتير بيطلع معاها بصراحه بيبقى حلو، يعني انا ساعات اجيبه من مطعم ولا حاجه بيبقى طعمه وحش جدا، بالرغم ان هو سهل وبسيط قوي. بس كده، هي دي كل المكونات بتاعته. هروح بقى احضر الدقه. طبعا الدقه مش كده بس، لا، لسه بقى التوابل بقى والليمون وطبعا والخل هدقهم واعمل الخلطه بتاعته، واجي بقى اوريها لكم بكل تكاتها وحركاتها. بس احط دوت السلق واحط واقلي دوت، واجي لكم بقى اكمل احضر بقيه الدقه بتاعه البتنجان الخطير بتاعنا، وارجع لكم بقى اوريكم كل دقات البتنجان بالتكات والحركات. بس ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس واللايك الجميل بتاعكم. دلوقتي بقى ايه يا حبايب قلبي، هنعمل بقى احلى بتنجان. هتشيليه، هتعمليه مره بكميه وتشيليه في التلاجة شهر ولا هيجرى له اي حاجه. اهم حاجه هتطلعيه بمعلقه نظيفه وترجعيه بالغطا، علبه بغطا زي كده. انا جايبه علبتين عشان انا عامله نوعين من البتنجان. عايزه اقول لكم بصوا، جامد جدا. وهتنسيه بقى ولا حاجه، كل شويه بقى جنب الاكل تقومي مطلعه واحدتين وخلاص. ومش هتتعبي بقى فيه ولا اي حاجه، بخلطه بسيطه وجميله جدا وبسيطه قوي قوي. دلوقتي بقى انا ايه، زي ما انا قلت لكم، انا عامله نوعين. نوع اللي هو المسلوق دوت وبسلقه تمام كده، وايه، بصوا هو مقفول بس هي دي اتفتحت مني، لكن هو بصي بسلقه مقفول خالص كده. ليه بقى؟ عشان بصي لما نفتحه بيبقى ابيض ازاي، ابيض بيبقى جميل. لكن بقى لو مفتوح، يعني بصي دي كانت مفتوحه، انا عملتها كده عشان اوريكم، بتلاقي اغمق شويه. لكن احنا نعملها لا، بصوا بقى اللي مقفوله خالص تبقى بيضه وجميله جدا، بتتفتح بصوا بكل سهوله. وده اللي هو المقلي عادي في الزيت، ده المسلوق وده المقلي. انا بحبه قوي يا ماما. هو بيبقى جميل قوي وحلو جدا، وفي تكه بسيطه قوي كده هقول لكم عليها، هي بقى اللي هتخلي طعمه بجد حلو قوي. بصوا دلوقتي هقول لكم على المقادير بتاعته. طبعا البتنجان، تسلمي يا روما. هنعمل بقى ايه، ده المقلي وده نفس الخلطه هي. ده الطبق ده، بص الطبق بقى الجامد ده، بس انا عصرت الليمون فيه، ليمون وثوم وحبه ملح على الليمون وعلى الثوم وبيتعمل، وفلفل وكزبره وكمون وملح، بس كده. وحبه خل، هجيب بس الخل بس كده. هعمل ايه بقى، هجيب دول احطهم كده في طبق عشان اعرف ان انا بس ايه اقلب. واجيب برضو التوابل بتاع، عايزه اقول لكم الطبق ده والله رجعي كده يا ماما شويه. جبار جبار جبار. اهم حاجه الليمون والخل فيه يبقوا كتار شويه،
بيبقى جامد. وحبه خل بس بقى. التكه بقى اللي انا بقول لكم عليها، اللي انا هجيب من الزيت اللي انا قليته، هجيب احط بصوا معلقتين 3 منه كده على الدقه. عايزه اقول لكم بقى جامد جدا، ويبقى صحي قوي قوي للبتنجان اللي هو المسلوق، وتحسيه هيبقى طعمه طعم البتنجان المقلي. ماما تفتكري يا ماما هيبقى طعمه حلو اللي انت بتعمليه ده؟ طبعا انا جربته كتير وبجد بيبقى جامد. بالزيت بيبقى مسلوق. انا كمان عاملاه كده عشان المسلوق بالزيت. طبعا المقلي كده كده مقلي عادي في الزيت مش هيفرق كتير، لكن المسلوق ده بيبقى طعمه بالزيت كده حلو. يعني انا باخد معلقتين زي ما انتوا شفتوا كده. انا بحب المسلوق اكتر. عايزه اقول لكم بيبقى جامد جدا. ليه بقى؟ معلقتين الزيت دول اكنه طعم المقلي، بيبقى طعمه جميل قوي. بس بقى كده بسيط جدا جدا. وفي النهايه بقى ما تنسونيش في الاشتراك في القناه حكاوي بسمه، قناه حكاوي بسمه في المطبخ، واللايك الحلو والكومنت الجميل، ومع السلامه.